السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بيكم يا حبايبنا في مطبخ رودي عزومة مراكبية. مطبخ رودي عزومة مراكبية بيحييكم وبيتمنى لكم كل خير وأيامكم كلها سعادة إن شاء الله. أرجو إن فيديوهاتي تكون عجباكم ونالت رضاكم. النهاردة هنعمل إيه؟ هنكلمكم على اللي إحنا هنعمله. النهاردة هنعمل كنافة كده تستاهل بقكم، بطريقة حلوة وجميلة. هنقول لكم على المكونات بتاعتنا بقى. بسم الله الرحمن الرحيم، دايما نسمي بسم الله الرحمن الرحيم علشان حاجتنا تطلع مبروكة وكويسة. النهاردة مكوناتنا عبارة عن نص كيلو من الكنافة زي ما انتم شايفين، كوبايتين من السكر، الليمونة. معانا هنا بقى عشان نحشي باللي موجود عندنا بأي مكسرات موجودة عندنا. معايا كمية من الزبيب، كمية من السوداني المجروش، ومعانا كمان كمية من جوز الهند، سوري، من جوز الهند زي ما انتم شايفين. الثلاث مكونات دول هنحطهم على بعض وهنحط عليهم حوالي معلقة من السكر، معلقة كبيرة من السكر. في الأول هنعمل ايه؟ هنقول لكم هنعمل ايه. هنجيب حلة كده، بسم الله الرحمن الرحيم. في الأول هنجيب حلة هنحط فيها السكر، هنحط فيها كوبايتين من السكر زي ما انتم شايفين، وكوباية ونص من المية، وهنرفعهم على النار علشان نعمل العسل بتاع الكنافة. ولما ياخدوا غلوتين كده ان شاء الله هنحط لهم الليمونة دي اللي حضراتكم شايفينها. يلا معايا على البوتاجاز. زي ما انتم شايفين يا بناتنا، حطينا العسل بتاعنا على البوتاجاز علشان يعني عشان نعمل العسل الاول. هيغلي غلوتين، وبعدين زي ما قلت لكم هنحط له عصرة ليمونة، وبعد كده هنحط له الفانيليا، كيس او كيسين حسب ما تحبوا. زي ما انتم شايفين يا بناتنا، قطعنا الكنافة قطع صغيرة زي ما انتم شايفين كده، فتتناها من بعضيها، فكتناها آه قطع صغيرة كده. النهاردة احنا هنستعمل الكوبايات دي اللي حضراتكم شايفينها. دلوقتي هنجيب السمنة وهندعك الكنافة بتاعتنا كده بالسمنة بتاعتنا، ونشوف هيحصل فيها ايه. زي ما انتم شايفين كده يا بناتنا، غلفنا الكنافة بتاعتنا بالسمنة. طبعا كمية سمنة كده تكون حلوة محترمة، يعني ما ينفعش معلقتين تلاتة، لا، على نص كيلو دون، يعني اقل من ربع كيلو شوية، او ممكن كمان تاخد الربع كيلو عشان تطلع لك كويسة جدا. زي ما انتم شايفين كده ابتدينا غلفناها كلها. زي ما قلت لكم هنستعمل الكوبايات دي. انا اللي بصور، فانا هعمل واحدة واوريها لكم كده. شايفين كده يا بناتنا، قلت لكم هنستعمل الكوبايات دي. هنعمل كده وهنعمل تجوف جوه. حطينا كده المكسرات كلها على بعض زي ما انتم شايفين، الزبيب على جوز الهند على السوداني، وهنبتدي ان احنا ندخل جواها كده. وهنعمل كده ونضغط. طبعا هي محطوط عليها السمنة كفاية، وهنبتدي نحطها في الصينية زي ما حضراتكم شايفين كده. هنخلص بقى الكوبايات كلها بنفس الطريقة. نحط كده في القاع الأول، وبعدين في الجناب، وبعدين هنحشيها. بنحاول كده نجوفها عشان لما نحط الحشوة جوه زي ما انتم شايفين كده. هنبتدي بقى برضو نحط الحشوة جوه كده، وهنبتدي نغطيها شوية ونضغط. زي ما انتم شايفين
هنخلص بقى الكمية بتاعتنا. طبعا هنضغط كويس كده زي ما انتوا شايفين، وهنبتدي برضو نحط هنا في الصينية. هنخلص بقى الكمية بتاعتنا كده وهنرجع لكم تاني نشوف احنا هنعمل ايه. زي ما انتوا شايفين يا بناتنا، سقينا الكنافة بتاعتنا وزوقناها زي ما انتوا شايفين بالكريز وبالجمال اللي انتوا شايفينه ده، بأي حاجة موجودة عندنا بنزوقه. زي ما انتوا شايفين في منتهى الجمال. اللي ياخد القطعة، هي قطعة واحدة ياخدها، حلوة قوي. طبعا محشية، شفتوا الحشوة اللي انا حطيتها. دي حاولنا نعمل شكل جديد للكنافة. وكل سنة وانتوا طيبين. وده كان طبقنا النهاردة اللي هي الكنافة. مع تحيات مطبخ رودي عزومة مراكبية. أسيبكم على خير وأشوفكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.